إذا أردت من الله أن يثبتك فهناك أمر يجب أن تحرص على ألا يراه الله في قلبك أبدا، ويوجد أمر آخر يجب أن يراه الله في قلبك لكي يثبتك عند الاختبار. إذن هما أمران. أما الشيء الذي يجب أن لا يوجد في قلبك فهو الأمان والاغترار بالطاعة. إذا كان الإنسان قد اغتر بطاعته فهذا والله يخشى عليه. قد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو ربه فيقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فإذا نزعنا هذا الاغترار من قلوبنا بقي الآن أن نزرع الأمر الآخر الذي يريد الله تعالى أن يراه في قلوبنا. ما هو؟ إنه الاعتصام. اعتصم بالله لكي يثبتك الله. الاعتصام هو الاعتماد على الله تعالى بالقلب مع فعل الطاعات بالجسد.